السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ طيب والحمد لله. الله يبارك في عمرك يا رب. وإياكم. بقول لك أنا عندي سؤالين عايز أسألهم. اتفضل. أنا دلوقتي بقيم الليل بس بقيم 4 ركعات والشفع والوتر، فعايز اللي هو أحفظ اللي هو زي ما الرسول يعني بيصلي اللي هو 11 ركعة أنا أو كده، إزاي أجيبهم أو كده أنا أصليهم أحفظ عليهم يعني كل يوم؟ ها؟ 11 ركعة. كيف تصلي 11 ركعة كل يوم؟ عايز أحفظ عليهم أو أنتظم عليهم يعني. إيه المشكلة؟ قل يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني عادي لو أني مثلا بدأت على طول من أول يوم 11 ركعة على طول عادي يعني ولا؟ عادي جدا، وممكن تجزئهم 4 في الأول و4 في الآخر و3 عند قبيل الفجر. أصل أنا كنت جيت فترة حفظت عليهم وبعدها وقعت ما عدتش عارف. استعن بالله، إذا وقعت فقيف. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير والحمد لله من فضل الله بخير. ربنا يبارك في حضرتك، ويعني بنحبك في الله وإياكم وإياكم وإياكم. اتفضل. أنا عندي سؤال بس هو ممكن يكون مش تقليدي شوية. محتاج حد من أهل العلم التقال اللي يعرفوا الأحاديث يعني وكده. طب مين اللي قال لك إن إحنا من التقال؟ ليس بالغير من الثقال. طيب ربنا يبارك في حضرتك. وإياكم مع السلامة. لا اتفضل. ما أقول لك أنا مش من التقال أنا. طيب أنا بسأل بس عن السيدة رقية والسيدة أم كلثوم. أي رضي الله عنهم، بنات رسول الله. بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا من قراءتي في الأحاديث لم أجد حديثا واحدا يتحدث عن السيدة رقية أو السيدة أم كلثوم أو هم بيرووا حاجة عن النبي، بينما مثلا لا ما رووا شيء أصلا. ماتتا صغيرات، ماتتا صغيرات يعني. رقية رضي الله عنها ماتت صغيرة جدا، وبعدها أم كلثوم ماتت. أنت تتخيل فاطمة بنت رسول الله الشهيرة جدا عليه السلام الله ماتت كم سنة؟ كم عمرها؟ أم الحسن والحسين ماتت ما بين 23 إلى 27 سنة. أقصى ما قيل 29 سنة رضي الله عنها. يعني مع ان السيدة رقية والسيدة ام كلثوم كانوا زوجات سيدنا عثمان يعني. اي نعم رضي الله عنهما رضي الله عنهما. بيتهم طاهر كريم. لا يوجد احاديث عنهم يعني او رووا شيء او شيء من سيرتهم. ما روات احاديث عن رسول الله يعني رضي الله عنهما رضي الله عنهما. الاحاديث انما انتشرت عن الرسول بعد وفاته، بعد وفاة الصحابة الذين عاشوا بعد وفاته رووا كثيرا مما قاله. يعني ما لهمش في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخنا يعني كنا طيب في برضه يعني سؤال ثاني لو حضرتك يعني تجاوبنا عليه بالنسبة لموضوع القراءات في القرآن الكريم. القراءات المشهورة، هل في ورد عن القراءات ان في بعض الايات بتتغير فيها الالفاظ، يعني زي عباد الرحمن عند الرحمن مثلا في الآية المشهورة، هل ده صحيح؟ لا، اسأل سؤال بصورة أدق وراجع نفسك قبل أن تسأل السؤال. راجع بصورة أدق بس شوي. السلام عليكم.